He's just standing there menacingly. يا اسطى جامد. يعني هي السواقه عليك النهارده؟ يبقى كده كنا في اسكندريه هنشتري. هقتله الاول. اللي حصل مع علي في الساحل، احنا شله ثالثه ثانوي، وطبعا النتيجه بتاعتنا طلعت من يومين، فالحمد لله احنا جبنا النتيجه من هنا. اعلى واحد في شلتنا كان جاب 89%، احنا كنا بنلعب في الثمانينات، فدي حاجه حلوه الحمد لله بالنسبه لينا احنا او بالنسبه لاهالينا اللي كانت فاقده فينا الامل. المهم قررنا انا والشله ان احنا نروح الساحل. المهم دخلنا على الابلكيشن اونلاين وحجزنا الفيلا بتاعتنا اللي هنروح انا والشباب، وكنا 5 افراد. حضرنا حاجه الساحل، الشراب بتاعتنا واكلنا وشربنا، كل ده حطيناه في شنطه العربيه وتوكلنا على الله. نوصل للفيلا من هنا، يومنا كان جميل وكان لذيذ. خرجنا شويه وقعدنا في كافيه ورحنا البحر الصبح ورجعنا فيلتنا بالليل. طبعا احنا كنا واخدينها بتاع 5 ايام كده، فاحنا قاعدين بالليل حد من صحابي افتكس حاجه من دماغه كده ان احنا نقوم نلعبوا لعبه، وتوكلنا على الله هنلعبوا خلاويص وكل واحد يتدرى في مكان. احنا كان جنبنا فيلا، الفيلا دي كانت ضلمه، لا طالع منها نفس ولا طالع منها دوشه ولا اي حاجه، بس لازقه فينا قوي. حتى الاوضه بتاعتي اللي في الفيلا اللي انا بنام فيها الشباك بتاعها بيطل على الفيلا الثانيه، يعني لو فتحت هتلاقي نفسك في الفيلا الثانيه، مفيش مسافه بعيده قوي. شرط اساسي في لعبتنا محدش يبعد عن الفيلا بمسافه 100 متر. احنا معانا ابلكيشن على الموبايل، لو واحد بعد عن الفيلا بمسافه 100 متر هو كده خسران وهو اللي هينزل فيها. فاي حد بيستخبى في مكان بيكون بيستخبى حوالين الفيلا، محدش يبعد عن مسافه 100 متر. انا فكرت وقلت بما ان الفيلا اللي جنبنا دي ضلمه محدش فيها ومسافتها صغيره، دي لازقه فينا مش هتبعد 100 متر، ايه رايكم ننط على سور الفيلا اللي قدامنا من غير ما حد ما يحس؟ لقيت 2 صحابي بيعملوا نفس فكرتي بالظبط وبيستخبوا معايا في نفس جنينه الفيلا. اني الفيلا اللي جنبينا، بينطوا معايا وبيستخبوا هناك. زي ما ذكرت لكم في البدايه ان الفيلا اللي لازقه فينا اللي جنبنا اللي احنا بنستخبى فيها دي مش طالع منها حس ولا نفس، فاحنا كنا مدركين كلنا ان هي ما فيهاش حد. شباك البلكونه متشيش، يعني ايه؟ يعني ما فول شيشن كده اي كلام، تفوق تعدي تخش جوه الفيلا عادي. وانت عملت كده؟ بصراحه عملت كده عشان ما حدش يتوقع مكانك. بقى اي حد بينزل في اللعبه يعني بيكون عليه الدور ان هو يدور علينا، قبل ما بيدور في فيلتنا بيدور في الفيلا الثانيه. فانا بصراحه جت معايا ان انا استخبى في مكان ما حدش يعرفه ولا الجن ابن العفريت. دخلت الفيلا جوه عن طريق الشباك بتاعي، هوب جامب من هنا لهنا، والله العظيم زي ما بقول لك، ولقيت نفسي جوه الفيلا. نطيت فين؟ في الفيلا الثانيه، في البلكونه بتاعت الفيلا، وابص بعيني الاقي الشباك مفتوح. شباك الفيلا مفتوح. احد صحابي اللي كان بيدور علينا في اللعبه اخد باله ان انا واقف في البلكونه، فده السبب اللي خلاني ان انا افتح بلكونه الفيلا واخش جوه. طبعا الفيلا فاضيه، ده لحد علمي وانا مش عايزه يمسكني، عشان كنا بصراحه بيني وبينكم بنلعب على فلوس وانا مكسوف اقول، فكنت عايز اتقفش اخر واحد يعني عشان اقش انا. وفعلا قشيت، بس قشيت مصيبه. نزلت استخبيت تحت سرير في الفيلا الثانيه في الاوضه اللي انا دخلتها، وسمعت صوت خطوات حد جاي من الطرقه اللي جنبي، يعني الفيلا طلع فيها حد. الو. ايه يابا فرحان شويه يابا؟ في ايه؟ انت يا ابني الجهاز مبطل فيديوهات ليه؟ الناس بتسهر عليك كل يوم. انا قايل للناس ان انا راجع تاني، بس هجهز المفاجاه وهرجع لهم ان شاء الله. مفاجأة. ابويا بالله عليك ما تفصلني، انا داخل انام لي شويه. انت داخل ترقد؟ اسمها انام، بنقولوا عليها في اسكندريه انام. عايزك تجيب لي طعمية، امسك عشان اديني طعمية. اسمها فلافل. اسمها طعمية يا ابن الجزمة، و3 دقايق الاقيك قدامي. هات يا بابا. هات من معاك عشان العشرة دي هجيب بيها سجايرين للمخضر. يوه انت بتقلبني. امشي بدل ما نوتش اللي اليوم امك، امشي حالك. يا جماعه انا امي مش بتاعت ادويه، بس جالها صفقه ادويه بتبيع ازازه الدواء ب 2 جنيه بلاشين. الدواء اللي عليه معلقه، لو عندك اسهال في الدواء اللي عليه معلقه. ياما الكلام ده مش هينفع، ياما مش هينفع. انت عايزه منت ايه ده؟ انا قلت نفرقها ياما ونشغلوا الشغله. انت ما انتش نافع. شغلك ايه؟ انت ما انتش نافع. احدفي ياما انجزي، عايزه اطلع لك. ياما ده كاندي شوكولاته والله كاندي. ايه ياما كميه الادويه دي ولا؟ علاجي يا ابني تعبان. علاجك ايه ياما؟ والله العظيم. خلاص بقى يا حمد. هو ايه ده الحوافيه؟ ياما دي مش ثلاجه اللي انت حاطه، دي الزخانه ياما، دي صيدليه. ابيع ازازه الدواء ب 2 جنيه. ليه؟ وانا 2 اخد جنيه. ايه؟ وانا اخد ايه؟ صفقه ياما. 2 جنيه. ما هو انت مش بتاعت ادويه، بس جالك صفقه ادويه مش هتدخلي بيعه على اهل المنطقه. انت علاجي يا ولا كذابه ونسخه علاجي. والله علاجي يا كذاب يا ابن الكذابه. ربنا يشفيك ياما. انا حظي الحلو اخدته في اختي والله، ونور الحياه في ضحكه منها. بزعل على زعلها وبفرح لفرحتها، يا سلام على جمالها ولا ضحكتها. ساعه لما تكون الدنيا جايه عليا تكون هي الايد اللي بتطبطب، ومين غيرها حنين عليا وقت ما ازعل ولا اتعب. الحد ضايقها
بتحكي لي، وان زعلت مرة بتجيلي، منورة حياتي وظهرت سنين وعمرها ما هتتعوض. سلام.